السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بكم في تكملة الجزء الخاص بالجرامر يونت 1 lesson 1 and 2. طبعا احنا خدنا في الفيديو اللي قبل ده على طول يا أولى إعدادي شرح الكلمات بالتفصيل وحل كمان أسئلة عليه. النهاردة بقى هنكمل وناخد الجزء الثاني منه وهو الجرامر the present simple tense، يعني ده زمن المضارع البسيط. طبعا عندي زمن المضارع البسيط يعتبر من أهم الأزمنة في الإنجليش بشكل عام. إزاي؟ لأن إحنا بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا، بنعبر عن حقائق، بنعبر عن عادات، بنعبر عن روتين يومي. كل ده ما أقدرش أعبر عنه إلا باستخدام المضارع البسيط. تمام. طبعا أنا معودة تلاميذي سنة أولى إن إحنا قبل ما ناخد أي زمن بعرف فيه 3 أشياء. 3 أشياء. إيه ال3 أشياء دي؟ التكوين والنفي والاستفهام. كل زمن كده لازم آخد فيه تكوينه ونفيه واستفهامه، مش اللي present simple بس، مش المضارع البسيط بس، لأ، في كل الأزمنة اللي بناخدها في شرح الإنجليش كله بعرف 3 أشياء. لو أعرف أحدد في كل زمن تكوينه ونفيه واستفهامه، خلاص كده أنا عرفت الزمن ده ماشي فين وبيعمل إيه ويدخل على الفعل يعمل إيه وهكذا. فلازم من أولها أو من أول كده تبقى عارف يا طالب أولى إعدادي إنك أنت تركز على الزمن في 3 حاجات: تكوينه إيه، لصيغة النفي بتاعته إيه، استفهامه إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل بقى طبعا أول حاجة الفورميشن اللي هو التكوين، ودي رقم 1 معانا. نمبر 1 عندي هجزأ الفاعل لو كان I أو we أو we أو the أو أي فعل جمع، أو أي فاعل جمع بيجي معاه المصدر. يعني ايه المصدر يا مس؟ يعني الفعل زي ما هو play هو play، مش بضيف معاه حاجة مع الضمائر دي. eat هو eat. طيب امال ايه بقى؟ طيب he وشي وات واي فاعل مفرد، اي اسم بنجيب المصدر وبنضيف له اس او اي اس او اي اس. طبعا سؤال بيسأله لي كل التلاميذ: امتى يا مس بنحط الاس، امتى بنحط الاي اس، امتى بنحط الاي اي اس؟ بقول لي طبعا ان الاس بتتحط مع معظم الافعال على طول طالما الفاعل مفرد وخلاص، ومع معظم الافعال على طول بحط اس. يعني مثلا he plays football، هو بيلعب كرة القدم. she eats pizza، هي بتأكل البيتزا، وهكذا. طيب بيقول لي فعلا يضاف للفعل اس مع الفاعل المفرد الغائب، مع هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد. زي مثلا على سبيل المثال مروة usually plays، أدي الإس أهي، tennis on Fridays، بتلعب تنس في أيام الجمعة. وخلوا بالكم دلوقتي الجملة بتدللي على عادة، إن مروة من عوايدها إن هي تلعب التنس يوم الجمعة. طيب تاني حالة عندي امتى بضيف الاي اس؟ بضيفها مع برضو الفاعل المفرد هي وشي وإت أو أي اسم مفرد، بس بشوف نهاية الفعل إيه. ببص على نهاية الفعل. لو كان الفعل منتهي بإس إس أو سي إتش أو إس إتش أو 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 إكس، على طول وأنا مغمض بحط إي إس. زي المثال معايا هنا: My brother often watches TV after lunch. أدي watches أهي، يشاهد، منتهي معاه بإيه؟ بسي إتش. فعل واتش يشاهد منتهي بسي إتش، ضفت له إيه؟ إي إس. ليه؟ لأن الفعل هنا my brother أخويا، my brother أخويا منتهي ب ده فاعل مفرد، عشان كده حطيت إي إس. ليه ما حطيناش إس؟ لأ، لأن نهاية الفعل سي إتش. يبقى دي تاني حالة. طيب تالت حالة يا مس إمتى بحط الآي إي إس؟ بحط الاي اي اس مع برضو الفاعل لو كان مفرد هي او شي او إت أو اي اسم مفرد، بس اذا كان الفعل منتهي بواي قبلها حرف ساكن. طبعا مش معقولة هسأل طالب اعدادي واقول له ايه هما الحروف المتحركة. طبعا احنا في الانجليش عندنا 5 حروف متحركة، دايما برمزهم لتلاميذي بالسمايل دي: او اي 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 يو. كده عندي 5 حروف. ال5 حروف دول هم الحروف الفاولز، يعني الحروف المتحركة. طيب إذا كان الفعل
منتهي بواي، والواي دي قبلها حرف ايه ساكن. هنا حرف ساكن يعني مش من الحروف دي، مش من الحروف دي. هقلب الواي إلى اي ونضيف اي اس، زي فعل study. study أصله studies يعني study study. أدي حرف الواي آخره إيه قبليها دي. الدي ساكن ولا متحرك؟ طبعا على طول يقول إعدادي ساكن. عشان الدي ساكن يبقى كده هحذف الواي وأضيف اي اس. لكن زي فعل مثلا play، حد يقول لي play هعملها ازاي؟ play يلعب. لا، بلاي هتبقى الواي زي ما هي وهضيف اس. ليه يا مس؟ لان الواي قبلها حرف الاي، والاي حرف ايه متحرك، عشان كده مش هتتقلب. اللي هتتقلب اللي قبلها حرف ايه ساكن زي حرف الدي. كده خلاص عرفنا الثلاث حالات. ده كله مع الضمير المفرد. الضمير الجمع واي ووي وذي ويو لا، دول بقى مش بيحصل فيهم حاجة. إنما الضمير المفرد أو أي اسم مفرد هو ده اللي فيه الشغل كله مع المضارع البسيط. يبقى سهلة جدا يا مس. طبعا التكوين هقسم الضمائر لو مفرد لو جمع. لو جمع يا مس زي I ووي وذي ويو، وأي اسم جمع my brothers my friends، أي حاجة جمع هحط لها الفعل في المصدر، ما فيهوش أي كلام، ما فيهاش أي كلام. لكن لو كان الفاعل مفرد لا، زي هي أو شي أو أي اسم مفرد، لا بجيب الفعل وبضيف له اس أو اي اس أو اي اي اس. أسألكم امتى بحط الاس، امتى بحط الاي اي اس، امتى بحط الاي اس؟ هتقولوا لي يا مس الاس مع معظم الأفعال بتاخدها. طيب الاي اس لا، إذا كان الفعل منتهي بالحروف الاس اس سي اتش اس اس او أو اكس بحط على طول. وأنا مغمض ببص لنهاية الفعل وأحط اي اس. طيب امتى بحط اي اس؟ لو كان الفعل منتهي بواي قبليها حرف ساكن، يعني مش من الحروف المتحركة، الحرف بيكون ايه ساكن، بقلب الواي الى اي وبضيف اي اس. بتمنى تكونوا فهمتوا. طيب كده خلصنا من التكوين. قلنا اول حاجة باخد التكوين، تاني حاجة النفي. هنا هنبدأ ناخد ايه النفي اللي هو النيجاتيف. نيجاتيف يعني النفي. النفي بقى الحمد لله في كله مع المفرد مع الجمع بستخدم المصدر. برجع الفعل حتى لو كان فيه اس برجعه لأصله أو لمصدره. هنقول دلوقتي I ووي وذي ويو بتاخد don't، هي وشي وإت بتاخد doesn't، والاتنين بعديهم الانفينيتيف يعني المصدر. هفرق بينهم ازاي يا مس؟ I ووي وذي ويو أي فاعل جمع على طول don't وأنا مغمض. طيب هي وشي وإت وأي فاعل مفرد doesn't وبعديهم المصدر، ما فيشهمش أي كلام. I don't get up، أديني خدت don't ليه؟ عشان الفعل هنا I و I بتتعامل معاملة الجمع. I don't get up early on Fridays، أنا مش بقوم بدري يوم الجمعة. هنقرأ المثال اللي بعديه. She doesn't walk to school، يعني هي مش بتذهب إلى المدرسة أو لا تذهب إلى المدرسة. طيب بقول لي لاحظ حذف حرف الاس من الفعل عند النفي بايه؟ بدازن. طبعا قلنا لما بتيجي دازن طبعا بحذف الاس وبرجع الفعل ل اصله. طيب بقول لي بقى لما بنستخدم نيفر، وده كله هيجيني عليها بقى، دي نقطة مهمة جدا بيجيني على أسئلة كتيرة. بقول لي لما بستخدم نيفر في النفي لا، الفعل بيبقى زي ما هو فيه الاس. ليه؟ لأن نيفر بتتعامل عادي، مش برجع الفعل الايه لمصدره، لا بخلي الفعل فيه اس او اي اس او اي اس. زي هنا the bus never stops near my house، الباص ابدا عمره ما وقفش بجوار منزلي. تالت جزء معانا yes or no questions، يعني سؤال بهل، اللي هو الجزء الثالث اللي هو السؤال. يبقى كده خدنا تكوين ونفي واستفهام، تكوين ونفي واستفهام. دلوقتي بقى الاستفهام طبعا مع I ووي وذي ويو بجيب do الأول، طبعا هي اللي بتبقى في أول السؤال. لو سؤال بهل yes أو no بجيب do بعدين الفاعل I أو we أو they أو you على حسب بقى،
وبعدين الانفينيتيف وبعدين تكملة الجملة وعلامة الاستفهام. Do you speak English؟ هل بتتحدث الإنجليزية؟ Yes I do لو أيوة، No I don't لو لأ. طيب برضو نفس الترتيبة بس مع هي وشي وإت بتجيني إيه؟ بتجيني does. خلاص عرفنا do مع الفعل الجمع أو I أو we أو they أو you، وdoes مع هي وشي وإت. يبقى الأول بنجيب does هي وشي وإت المصدر بتاع الفعل، تكملة الجملة وعلامة استفهام. هنقرأ المثال. Does she cook well؟ هل هي تطبخ طبخ جيد؟ Yes she does نعم هي تطبخ. No she doesn't لا هي مش بتطبخ. لاحظ برضو ان حذف حرف الاس عند السؤال. طبعا في النفي وفي السؤال بنجيب الانفينيتيف اللي هو المصدر، ما بنجيبش بقى الاس والاي اس، لا كل ده بيتحذف من السؤال. لو سؤال بكلمة استفهام هي نفس الترتيبة، بس بقدم كلمة الاستفهام بتبقى هي نمبر 1 في السؤال. يبقى كلمة الاستفهام do أو does على حسب الفاعل، كل واحدة والفاعل المناسب ليها والمصدر وتكملة الجملة وعلامة استفهام. طبعا في الحصة العادية تلاميذي بطلب منهم مع كل شرح جزئية يعملوا جملة تطبيق عملي عليها. فياريت لو انتوا قاعدين كده امسك ورقة جنبك واكتب جملة وبعدين انفيها باستخدام النفي، وشوف هي اللي هي هتاخد do don't أو doesn't على حسب الفعل اللي انت اخترته في الأول، وكمان ترجع الفعل لمصدره وبعدين تعمل سؤال وتجاوب عليه كده، عشان نضمن انك انت حضرتك فهمت الايه الجزئية الخاصة بالبريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. تاني جزء متعلق مع البريزنت سيمبل هي طبعا ظروف التكرار، اللي هي always يعني دائما، يعني بعمل الفعل ده دائما 100%. usually عادة، دي عادة عندي أيوة بعملها كتير جدا، بس عادي ممكن في مرات ما أعملش. often غالبا برضو نفس النظام، بس فيه يعتبر 30% لأ. sometimes أحيانا، ساعات أيوة ساعات لأ. rarely نادرا ما بعمل الشيء ده. never أبدا. ظروف التكرار مهمة جدا، والأهم منها إن احنا نحط أو ترتيبهم في الجملة إزاي. لو كان الفعل أساسي تتحط فين، ولو كان الفعل verb to be اللي هم am و is و are هيتحطوا فين. دي الحاجات اللي بتلخبط، وهشرح لكم الجزء ده حالا إن شاء الله. طيب والاستخدام adverbs of a frequency with present simple tell us how often something happens. تستخدم ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط لتخبرنا بعدد مرات تكرار الحدث. My cousins أولاد عمي sometimes send me funny pictures. في بعض الأحيان بيرسلوا صور مضحكة. طيب بيقول لي بقى تستخدم ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي ولكن بعد verb to be. دي بقى النقطة اللي تعتبر مهمة جدا 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 المتعلقة بظروف التكرار. بيقول لي إن ظروف التكرار تستخدم قبل الفعل الأساسي. يعني مثلا لو كان عندي فعل زي play eat cook بتيجي ظروف قبليه، لكن إذا كان am و is و are لا، يجوا ظروف الام و is و are الأول وبعديها ظرف التكرار زي ما هنشوف هنا في المثال. he often uses، أدي often جت الأول وبعديها الفعل الأساسي. he often uses his tablet for homework. دائما غالبا بيستخدم التابلت أثناء ما بيعمل الواجب. طيب اللي تحتيه we are never late for school، احنا مش بنتأخر أبدا عن المدرسة. لا بقى هنا اختلف، هنا جاني الفعل اللي هو verb to be هو الأول وبعدين ظرف التكرار الثاني، ودي الجزئية اللي بيركز فيها في الأسئلة. قول يمكن استخدام بعض ظروف التكرار في بداية الجملة زي ما نشوف كده. sometimes we go عادي يعني ممكن نحطها في أول الجملة. sometimes we go to the club on Sundays، في بعض الأحيان بنمشي للنادي يوم الأحد أو أيام الأحد. يمكن استخدام ظروف التكرار للإجابة عن سؤال يبدأ بها often.
طبعا عادي جدا، سؤال بيبدأ لي بهاو often يعني كم عدد المرات، أرد عليه عادي بظروف التكرار. إذا كنت بعمل دائما always usually حاجة عادية عادة عندي، often sometimes وهكذا. نقرأ المثال. How often do you walk to school؟ كم عدد المرات اللي بتمشي فيها للمدرسة؟ ماشي كده على رجليك؟ طبعا هو جاوب وقال I never walk to school. أنا أبدا مش بمشي للمدرسة. مش بيمشي قصده مش بيمشي يعني مش بيروح، لأ مش بيمشي على رجليه، ماشي للمدرسة. هنا بيقول لي فيه بعض النقاط اللي لازم نخلي بالنا منها. كلمة often يستخدم ظرف التكرار often قبل الفعل use. Do you use your tablet؟ هل أنت بتستخدم تابلت؟ قال لك do you often use your tablet؟ هل أنت غالبا ما بتستخدم التابلت؟ طيب هنا في جملة وبيقول لي استخدم doesn't. علي never plays، احنا قلنا never و plays. never مش بتحوش الاس اللي مع الفعل، لكن لو دخلت doesn't بنجيب doesn't والفعل في المصدر زي ما هو عامل هنا. علي doesn't play، حذف لي الاس ليه؟ لأن doesn't بتدخل على الجملة بتجيب الفعل في المصدر. بقول لي هي برضه هو بيوضحها لي إن في الفعل المضارع نستخدم do أو doesn't باستخدام وبعدها الانفينيتيف أو never، وفي حالة never لا نحذف الاسم مع الفاعل المفرد زي ما شرحناها فوق. طيب تالت تريك عايزة أخلي بالي منها. I use the computer in my science class. بقول استخدم sometimes. حول الجملة I sometimes use the computer in my science class. نستخدم ظروف التكرار زي sometimes في الجملة قبل الفعل الأساسي كما هو موضح بالحل. يعني لما أقول لي دخل ظرف والجملة فيها فعل أساسي بحط ظرف التكرار قبل الفعل الأساسي. طيب I usually watch videos on my phone. بقول لي دخل how often يعني كم عدد المرات. هسأله وأقول له how often do you watch videos on your phone؟ كم عدد المرات اللي بتستخدم أو بتشاهد فيها الفيديوهات على تليفونك. للسؤال عن كم عدد المرات تكرار نستخدم how often ونستخدم بعديها فعل مساعد do أو إيه أو does على حسب الفاعل. هنا بقى بيقول لي بقى إيه، اختبر بقى نفسك. rewrite، هنعمل rewrite للجملة دي. الجملة علي is late for school وتدخل عليها never. طيب أولا never هتبقى هنا فيه am و is و are وهنا منهم is، يعني هما اللي هيبقى الأول وبعديهم الفيرب. يبقى علي is هتبقى زي ما هي علي علي is never. ونكمل الجملة late for school. Number 2 he doesn't came early to school. بيقول لي دخل comes. طيب comes هنا فيها اس، معنى كده اني عايزة ادي نفس معنى النفي ولكن الفعل يكون فيه اس. ايه بقى اللي هتسويها؟ طبعا على طول never. يبقى he never comes زي ما احنا عارفين كده. he هتنزل زي ما هي وبعديها never comes ونكمل عادي. التالتة he is always active at school. هو دائما نشيط في المدرسة وبيقول لي دخل كلمة lazy عشان تديني نفس المعنى. lazy يعني ايه؟ كسول. يبقى طبعا هننفي. يبقى he doesn't he is always active at school. يبقى he doesn't active. He is always active at school. طبعا هندخل lazy هنقولها he is never lazy at school. ليه يا مس دخلنا never؟ لأن طبعا عايز أدي نفس معنى
النفي وكمان بتغيير الجملة، يبقى هنحوش always active وهنكتب never lazy. أوكي. طبعا هنا برضو نفس الفكرة، بقول لي دخل how often. I sometimes use my computer at school. عايزين ندخل how often. How often do you use my computer at school? How often do sometimes I use my. يبقى هنخليها سؤال how often do you use your computer at school. طيب number 2 I don't eat without looking at something on my screen. بقول لي أنا أبدا مش بتناول الطعام إلا وأنا بتفرج على شيء في التليفون. عايزين ندخل never. طبعا هنحوش النفي وهنشوف I never eat without looking. على طول هنحوش don't ونحط never. سامي rides a bike. سامي بيسوق الدراجة. عايزين ندخل doesn't. سامي doesn't ride a bike. هنحوش طبعا الاس. ليه؟ لأن النفي لما بيدخل بيحوش لي الاس. I check my emails every morning. عايزين ندخل always دائما بتفحص الإيميل كل صباح. I always check my emails every morning. Number 5 علي doesn't play online games at all. علي never plays. ليه حطينا اس؟ لأن مع never عادي بنحط للفعل اس، والفاعل هنا علي مفرد يبقى الفعل هيبقى فيه اس. علي never plays online games at all. Number 6 do you read books. عايزين ندخل usually عادة. I usually read books. يعني أنا عادة بقرأ الكتب الإلكترونية. Number 7 the bus never stops near our house. عايزين ندخل doesn't. طبعا هنحوش never ونحوش الاس. The bus doesn't stop near our house. علي lives in Cairo. Where does علي live? where هنا طبعا بقول لي where يعني أين، يبقى where does علي live مصدر. where does علي live مصدر الفعل لأن ده سؤال. Number 9 yes I use my tablet for homework. دي إجابة. عايزة السؤال بتاعها do you use your tablet for homework. do you use your tablet يعني هل تستخدم التابلت for homework للواجب بتاعك. number 10 رحمة never plays in the street. بيقول لي دخل doesn't. نفس الفكرة هحوش never وحوش الاس. رحمة doesn't play in the street. number 11 غادة doesn't eat meat at all. هنا هنحط eats. طيب وعايزة تديني نفس معنى النفي هندخل يعني دي يعتبر عكس دي. هنا بقى هندخل never. غادة never eats meat at all. طيب number 12 Hassan's habit is to play football on weekends. usually يبقى حسن usually plays football on weekends. علي أو حسن usually plays football on weekends. choose طبعا ده تدريبات خاصة بطلاب الأزهر الشريف. number 1 my father not forgets his keys he is very organized. منظم جدا. يبقى نسي بينسى ولا ما بينساش؟ طبعا never. ليه اخترنا never ما اخترناش doesn't؟ لأن الفعل فيه s. number 2 he not studies well for his exams that's why he gets good marks.
بيحصل على درجات جيدة. يبقى هو بيذاكر ولا ما بيذاكرش؟ طبعا always studies well، دائما بيذاكر بجد. Number 3 they not go to the park on weekends to enjoy nature. They usually go، عادة بيذهبوا للبارك الحديقة. Number 4 she not like adventure stories، قصص المغامرة. she هتاخد don't doesn't isn't never. طيب هنا هختار لأن she مفرد، هختار ما بين doesn't وما بين never. طيب هبص للفعل، هل الفعل فيه اس؟ لا ما فيهوش اس، يبقى ده المصدر. يعني كده هختار ايه على طول وانا مغمض؟ doesn't. ليه؟ لأن لو هجيب never هيبقى الفعل فيه اس. Number 5 we not e-books on our smartphones. we طبعا هنا الفاعل جمع، يبقى الفعل في المصدر ما فيهوش أي إضافات. read يقرأ. Number 6 I not feel nervous before competition. It's my problem. competition يا ولاد يعني مسابقة. أنا دائما بشعر بالتوتر هي دي مشكلتي. يبقى هو إيه؟ always دائما ما بيتوتر في قبل المسابقات، عشان كده هي دي مشكلته. Number 7 he not use his tablet to do homework. It's his habit. he not use his tablet to do homework. It's his habit إنها عادته. يبقى إيه؟ he usually use. لا طبعا usually لا. ليه؟ لأن الفعل في المصدر. طالما الفعل في المصدر هناخد doesn't. ليه doesn't مش don't؟ لأن he و she و it نفيهم بيتنفوا ب doesn't. Number 8 my friend not late for school. my friend is never ولا never is ولا never does ولا has never؟ مين فاكر؟ طبعا لو جاني am و is و are بيجوا هما الأول وبعديهم ظرف التكرار، يبقى my friend is never late. هنا طبعا find the mistake، الجزء ده خاص بطلبة أزهر. أوجد الخطأ في الجمل الآتية. Number 1 they always buy meat. they don't like it at all. هم عادة، هم دائما بيشتروا اللحم، هم مش بيحبوه. هل الجملة كده صح؟ طبعا لا. يبقى هي بدل always هتبقى never، لأن هي ناس مش بتحب اللحم. Number 2 هبة studies sometimes late at night. هل تنفع studies sometimes؟ لا طبعا، لأن ظرف التكرار يجي الأول وبعدين الفعل الأساسي. يبقى إيه؟ sometimes studies هنعكس أماكنهم. Number 3 where often do you. هل اسمها where often ولا how often؟ طبعا how often كم عدد المرات. how often. how H-O-W. طبعا خط. Number 4 she doesn't help us. هل هتنفع بعد النفي يجيني الفعل فيه اس؟ طبعا لا، هتبقى help. ليه؟ لأن بيجي بعد doesn't المصدر، يبقى she doesn't help. Number 5 they often finishes their homework before dinner. they often finishes. طيب هنا الفعل جايني فيه اس ليه والفعل they جمع؟ طبعا مش هتنفع، هنحوش الاي اس، هتبقى they often finish their homework before dinner. What do she learn about the pyramids. هل تنفع she معاها do؟ طبعا لا، على طول she معاها does. Number 7 ندى never use technology wisely. هل هو use من غير اس؟ طبعا لا، uses هنضيف لها حرف الاس. he usually is very.
he usually is very helpful. هل هتنفع كده؟ طبعا لا. is usually هنعكس أماكنهم. هنعكس is هتيجي مكان usually و usually هتيجي مكان is. اوكي. طبعا هنا هنبدأ نحل general exercise تدريبات المعاصر على الدرس الأول والثاني. خاص طبعا بالكلمات والجرامر مع بعض. Number 1 choose don't spend too much time on screen because it can not your sleep. طبعا affect your sleep هيأثر على النوم. The hybrid bus helps not pollution and protect the environment. بيساعد إنه يعمل إيه للتلوث؟ طبعا reduce يقلل من التلوث. A or an not is a page on the internet هي صفحة على الإنترنت that gives us information بتدينا المعلومات. طبعا هو ويب سايت. Support and not are synonym. support يدعم وكلمة إيه بيكونوا هما مترادفات، هما الاتنين شبه بعض نفس المعنى. damage discourage assist defeat طبعا assist. rewrite my father always drives carefully. بيقول لي دخل كلمة never. بيقول لي هنا معناها الأول والدي دائما بيقود بحرص، يبقى my father never drives fast. والدي طبعا هنحوش always دي وهنحط مكانها never، ودرايفز زي ما هي وكيرفلي هتبقى عكسها fast بسرعة. طيب الجملة التانية I rarely visit my uncle's farm. نادرا ما بزور المزرعة بتاع عمي. عايزة سؤال how often. طبعا هي الأول how often do you visit your uncle farm. Number 3 it's my habit to visit Alexandria in summer. استخدم always، يبقى I always visit Alexandria in summer. I always هنحذف الجزء ده كله وهنحط I always. Sometimes في بعض الأحيان we visit Luxor in winter from time to time. بنزور الأقصر في الشتاء من وقت لآخر، يبقى we sometimes visit Luxor in winter. we sometimes هنحط sometimes هنا visit Luxor in winter وهنحذف from time to time ملهاش لازمة. طبعا ثالث سؤال عندي complete the following dialogue. استخدم أو أكمل الديالوج الآتي.